سورتو مع العرايس تجي بزاف اسورتي كيما نقولوا. بسم الله، شوفوا معايا المكونات. هنايا عندي كيلة تاع سكر ناعم، معاها كيلة تاع لوز يكون مرحي غبره. فهمتوا؟ لازم يكون مرحي غبره، بيان سور ما يكونش محمص، هذه حاجه باينه. ما عندها الكيلة تاع اللوز والسكر ناعم يكونوا متساويين. انا هنا عبرت بتاع طوفيا كراميل، فوالا. لازم ندخل اللوز والسكر ناعم مليح مع بعضهم. كيفاش راني نهضر؟ لازم ندخلوهم مليح باش نرجع ليكم نخليكم تشوفوا هاد المقاطع. وهنايا نجوز نزيد حوالي نص مغرفه كبيره ديال الملون ابيض. استعملت فروكتا، هذا بزاف هايل. نصفيه بيان سور، راكم تعرفوا يجي بزاف محجر. تاني راح نزيد حوالي نص مغرفه كبيره ديال المارغرين. نخلط مليح باش نضمن انه المكونات كامله راهم مخلطين. المارغرين نزيدها. ونزيد تاني جلوكوز حوالي مغرفة كبيرة. هنا البنات نفهمكم حاجة، انا مداريه نخدم عجينة اللوز بالفوندو، راكم تعرفوا، مع شوية شربات. هاد المرة خدمتها بالجلوكوز. علاش؟ دوك نقول لكم علاش. باش تقعد هاد الحلوى 20 يوم وهي طرية، يعني ما يصرى لها والو، ما تيبس ما تنشف. الجلوكوز وش هو الدور ديالو؟ انه يخلي عجينة السكر بزاف طرية، حتى الحشو راح يخليه طري. ما عندي انا استعملت الجلوكوز في عجينة اللوز، واستعملته في الحشو. دوك تشوفوا معايا. هنايا راح نطمها تاني بالماء بارد، ماء سعيده كيما نقولوا، ماشي الماء تاع العين، لا لا، استعملوا الماء سعيده كيما نقولوا، فوالا. راح نطمها كامل. وهنا الماء فرغوا غير بالعقل، ماشي نتوما مقلقين وتفرغوا كامل الماء ومن بعد تتوخدوا. انا نقول لكم الماء فرغوا غير بالعقل وطميوها. ديما راني نعطيكم اساسيات، كيما البيض ما تفرغوهش كامل، كيما الماء ما تفرغوهش كامل، توجو اخدموا بعقلكم. فوالا، نخليكم تشوفوا هاد المقاطع. لاباط ديالي هذه هي خلاص، راح نكملها. هنايا بعد ما عجنتها مليح راح نديرها في كيس بلاستيكي نخليها تريح. نجوزو لكريمه الزبده. هنا عندي حوالي 125 غرام ديال لا مارغرين. عندي تاني 100 غرام ديال السكر ناعم، رميتو عليه مغرفه صغيره ديال لافاني. فوالا، نخلط كامل هاد المكونات. لازم تخلطوها مليح بالباتور. دوك نزيد لها منكه، دوك تشوفوا. وهنا ملاحظة صغيرة برك بالنسبة للمنكهات، فهي تبقى قضية أذواق. أنا درت قوت على فخاز، صدقوني جات بزاف بنينة به، ننصحكم بها على كل حال. ندوزو لا فاكس ديالنا. هنا عندي كيلة تاع لا جينواز، نتوما استعملوا أي جينواز عندكم، المهم تكون مرحية. عندي نص كيلة ديال الكاوكاو محمص ومرحي، كيما طعام هكا باش تفهموا عليا مليح. نخلط مليح هاد المكونات وراح نطمها بكريمة الزبدة. وهنايا مزية تفكرت معلومة واحدة أخرى. شوفوا البنات، كي طميوها كامل بكريمة الزبدة، رميو حوالي مغرفة صغيرة تاع الجلوكوز. يا قلت لكم هو مليح في عجينة السكر، يحافظ عليها لأطول فترة ممكنة، حتى الحشو راح يقعد طري. لهذا لازم ديروا هذيك المغرفة الصغيرة ديال الجلوكوز. راح تكون واجدة معايا. نتوما وزنوها خير، أنا درت عيني ميزاني، بصح نتوما وزنوها خير. فوالا، هذه هي. دوك تشوفوها. نشكلها. وهنايا بالك نقدر نفيدكم في الوزن المثالي. شوفوا لا فارس تكون في حوالي 27 حتى 28 غرام، مي عجينة السكر تكون في حوالي 37 40 غرام. انا راني حبه حبه تكون متوسطه، ما راهي صغيره وما راهي كبيره. بيان سور هذا الحشو لازم ندخلوه الكونجيلاتور حوالي ربع ساعه. لازم يشد روحو باش كي نديرو عجينه السكر نقدروا نتحكموا في لافورم تاع الحبه، والحشو ما يقلقناش. راكم تعرفوا لازم كلش نخدموه بالطبع. ديرو في الكونجيلاتور. عجينة اللوز ديالي هذه هي بعد ما خليتها تريح. خليتها غير فوق البوطاجي، كملت شغالاتي وعاودت رجعت لها. هنا راح نوزنها حوالي وزن 40 غرام. هنا نقطة بزاف مهمة في هذه المرحلة، هي يديكم يا البنات لازم تكون نظيفة لأقصى درجة كما نقولوا، لازم تكون نظيفة ونقية. علاش؟ هذه عجينة اللوز وهي بيضة، ما كاش كيفاش تغلطوا وتمسوا حاجة، راكم تعرفوا. ديروا في بالكم بلي الناس راح ياكلوا الحلوى ديالكم. يعني كلش راهو كيفاش يقولوا، كلش لازم تعطولو اهميه. راني مبازي على اليدين يكونوا بزاف نضاف ونقيقين كيما نقولوا. هنا راح نحشي. لا فاخسه راهي بارده مليح في الكونجيلاتور. هنا نشكلها.
هنا شوفوا زربت الفيديو، مي بصح راني ندورها غير بالعقل براحة اليد كما نقولوا. نشكلها شكل دائري باش تجيني كيما حبة تاع توم. وشنو دوك ندير الموس ونقسمها، هي خير لاكوبات ماشي الموس. انا حوست عليها ما لقيتهاش، راكم تعرفوا كي تجي تخدمي الحاجه ما تلقايش هذيك الحاجه. فوالا نكورها. بعد ما نشكلهم كامل راح نديرهم ولمع في الدي. لازم هذه المرحله نبازيو على ديكور تاع الحبه كما تعرفوا العين تاكل قبل الفم. هذه هي لازم الديكور يكون شباب. هنا عندكم لاكوبات خير تقسم لكم مليح على الموس. انا ما لقيتهاش وكلبت هذاك النهار. باش نحكي لكم نجوز نزينها بالورود. شوفوا حوست الحوانت كامل، شت هادي رفتها طايره. باسكو علاش مخيلات تاع الحبه راهي في راسي، قلت هادي راح تخرج مع اختي تخرج بزاف شابه. علاش دوغي مع الارجون شويه شابه شابه. هذه هي هنا ما راهيش تبان مليح مي بصح من بعدها راح تزيد تبان. فوالا حلوة التومة ديالي هذه هي، ان شاء الله تكون عجبتكم. صدقوني من اروع الحلويات ومن اسهل الحلويات اللي تخدموها، بالك في ساعه تكونوا كملتوها. بزاف هايله تحمر الوجه. هنايا زدت لمسه اخيره هي فايدوغ باش تعطي منظر جمالي لهذه الحلوه. صدقوني حلوه بزاف بنينه، مداريه نخدمها وندوقها تجي بزاف هايله. بنينه والله تحمر الوجه، وسورتو العرايس اللي راهم رايحين عرايس ديروها معاكم في سنيوات الحلوه باسكو تحمر الوجه بنينه. شكل بزاف شباب. قلت لكم ما قدرتش نقسم لكم باسكو كوموند وجاوني سوا الله غالب يدي هاد المره ما على باليش ما طاحتش فيها البركه. المهم نتلاقاو في فيديو اخر مازال الحلويات تاع الافراح والاعراس. اذا عجبكم هذا الفيديو خلوا لي جيم كومونتير. نتلاقاو في فيديو اخر. سلام.